الحبايب مساء الخير. توضيح بسيط كده بس يا ريت تفهموني يعني. اولا انا مش قصدي برضو في الاول وفي الاخر استصعب حد، ويعني اصعب على حق لا مش الكلام ده، بس هو توضيح يعني. انا عايز اسال سؤال يعني. حد دخل يعني بيشتمني بسبب الفيديو بتاع قانون الايجار القديم وكده. طب انا عايز اقول لك حاجه. اول حاجه، انت يعني القرار ده طالع من اول شهر 8، وانا مثلا ما طلعتش اتكلمت فيه ولا قلت اي حاجه ولا بتاع ولا كده. اللي خلاني اطلع اتكلم فيه اللي فيه واحد من بلد تانية طلع قال انا عايز مش عارف وسط البلد، وكلكم شفتوا الفيديو كلكم تمام ومية مية مفيش اي مشاكل. ده اللي استفزني خلاني اطلع. انت ليه بقى بتشتمني؟ هل انا مثلا جبت حاجه من عندي؟ انا كل الحلقات اللي احنا بنعملها مع بعض وبنعملها سوا يعني حاجات مثلا اتقالت، تصريحات اتقالت، احنا بنطلع نعلق عليها مع بعض يعني، بس مش اكتر ولا اقل. فيعني هل انا مثلا اللي قلت التصريحات دي؟ فليش شتيمه يعني مثلا؟ يعني ما انا برضو يعني عندي اطفال وعندي يعني ما اعرفش ليه يعني. والناس والله الناس المحترمه وكده طلعت قامت بالواجب معاه يعني وبزياده يعني. تاني حاجه، حضرتك يا راجل يا محترم يا مؤدب، ليه بتطلع تتنمر عليا وعلى شكلي؟ وبالاخص يعني سنانك مش عارف ايه وبتاع وكده. انت تعرف مثلا انا عندي ايه؟ انا حاسس بايه؟ انا تعبان فيا ايه؟ رحت ل 100 دكتور بسبب سناني دي ولا لا؟ يعني مش قصدي والله حاجه ولا بتاع يعني، بس يعني اقل دكتور اللي هو قال لي يعني كويس يعني. اول واحد رحت له مثلا قال لي مثلا عشان اعمل لك مش عارف ايه واسوي لك ايه وبتاع، عايز له مش عارف 60 ولا 70 الف جنيه. تمام 100 100. مش في ناس هتقول لك ما في مش عارف، في جامعات بتعمل حاجات ببلاش يعني، بس الطلبه هي اللي بتعملها يعني كتمرين وكده. انا مثلا راجل مريض مع حاجات معينه وبتاع، بس مثلا اهم يعني بعض من كده. والله ما بستعطف حد ولا حاجه يعني، بس انا بوضح مش اكتر ولا اقل. عندي مثلا السكر والتهاب اعصاب جامد وبتاع وكده، فما ينفعش طالب مثلا لسه بيتمرن هو اللي يعمل الشغله دي يعني معايا وكده، عشان خاطر يعني دي حاجه ايه يعني. رحت بصراحه جربت في حاجه معينه كده وبتاع، حصل نزيف وبتاع في سنة يعني، حاجات مش لذيذه يعني. قلت لا ده دكتور 60 و70 الف ايه. رحت لواحد تاني قاعد ساعتين ثلاثه يكلمني انجليزي نص ساعه، وانا مش فاهم اي حاجه، واللي مش عارف ايه ومش عارف الحاجات اللي بالكوا فيها دي. بس كل اللي انا فهمته منه 150 الف. ده الحاجه الوحيده اللي انا فهمتها منه. فانت طلعت تتنمر عليا ليه؟ انت حاسس بيا يعني؟ حاسس مثلا انا حاسس بايه؟ مريض بايه؟ عندي ايه؟ لا مش عارف، مش حاسس بحاجه. طب ليه بتطلع تتنمر عليا يعني؟ انت تعرف ان انا بسببك والله برضه ما قصدي حاجه يعني. رحت المستشفى يوميها مرتين، مره الساعه 4 الفجر، ومره تانية الساعه يعني 6 7 تاني بالليل. وما كنتش ناوي اطلع تاني وبتاع يعني بسبب يعني انقد زي ما انت عايز. ما في ناس دخلت باحترام قالت مش عارف ايه والقانون ايه والاملاك وده اللي يرجع اعمل زي ما انت عايز، وننتقد وندردش ونتكلم بطريقه كويسه وبطريقه يعني احنا عايزين يعني. ازاي مثلا عايزين الناس من حوالينا والحكومات والدنيا كلها تبص لنا بصه يعني كويسه، واحنا عمالين نشتم في بعض يعني. يعني مش عايز اقول، مش عارف اقول ايه، بس سيبك يا عم من الشتيمه. ليه بتتنمر عليا يعني؟ يعني انا مش عارف يعني حاجه ضايقتني خالص يعني. كنت طول عمري اقول ايه يا عم انت يعني لما اشوف فيديو لحد ولا بتاعه متضايق وكان مش عارف ايه وكان ايه، وكان هيموت يعني كان هيموت مثلا بسبب حاجه زي كده يعني. كنتش والله العظيم بحط في دماغي يعني غير لما اتحطيت في الموقف يعني. انت تعرف ان انا يعني بسببك انت، بسبب تنمرك، انت تعرف ان انا كنت ممكن اموت عادي. والله العظيم ثلاثة، لان انت ما كنتش حاسس انا كنت حاسس بايه ساعتها. ليه بتعمل كده وانت ممكن تلاقي نفسك تاني يوم نزلت ورحت كافيه وسافرت ونزلت مع اصحابك ولا في دماغك. وانا بقول لك رحت المستشفى بجد مرتين. ليه والله ولا بستعطف حد ولا بقول لحد. اللي عايز يقول رايه يا جماعه يقوله بكل يعني اريحيه. طب ما انا طالع اهو بقول رايي في الفيديوهات وبتاع وحاجات زي كده يعني، بس بادب وبذوق. انا عمري ما غلطت في حد.
في فيديو، ولا في حد في من الحاجات اللي احنا بنعلق عليها ولا بتاع. دي اخبار بتتقال على القنوات بتاعتنا. انا مش يعني مش بجيب حاجه من عندي، مش انا اللي عامل الحاجات دي على فكره، والله والله العظيم ما انا اللي مطلع القرارات. اللي جاي مثلا بيغلط فيا او كده ليه؟ ده قرار مثلا طلع، احنا بندردش مع بعض فيه بس مش اكتر ولا اقل. انت طالع مثلا يعني فيديو التعليم مثلا ومش عارف ايه وبتاع ناس، انت ممكن ما تكونش حاسس بالكلام ده عشان خاطر يعني لسه ما عندك. لا انا عندي مثلا ثلاث اطفال وبتاع وفي مدارس واللي في داخل ثانوي عام واللي فحاسس بالكلام ده. انت ممكن ما تكونش حاسس عشان ماما بتسيب لك المصروف تحت المخده، مش حاسس بحاجه، ماشي انت حر، مفيش اي مشاكل يعني. وبعدين انت المفروض تكون يعني عقليتك كويسه. بمعنى ايه؟ انت مثلا شفت العنوان الفيديو مثلا تصريحات فلان الفلاني بسبب كذا، المفروض اللي بيخش على الفيديوهات دي بيكون عايز مثلا يعني يا يعرف معلومه جديده، يعرف خبر، يعرف بتاع. يعني المفروض يكون عقليته بتبقى عايز يتثقف في حاجه. مش قصدي انا اللي هثقف، لا مش قصدي انا، مش كده يعني. لا انا قصدي ايه؟ تبقى عايز تفهم ايه الدنيا ماشيه ازاي، ايه اللي فعلا القرار ده طالع، طب كان ايه مش عارف. يعني احنا المفروض تكون انت واعي كده. فطالما دخلت يبقى المفروض انت حد واعي يعني. وتخش كلام مش عاجبك، والله العظيم ما انا اللي عامله، دي قرارات طلعت. لما مثلا مصروف مدرسه يبقى مثلا 600 و700 جنيه التجريبي، والله العظيم النهارده الاربعاء، ما اعرفش الفيديو هينزل بقى النهارده بكره ايا كان، والله العظيم دافع المصاريف 2000 وشويه، والبوسطه مش عارف ايه، وبعد كده لسه الكتب 1700 ولا 1800 جنيه، كتب اجباري على فكره، وبنشتري الكتب الخارجيه. هل انا مثلا اللي صانع القرار؟ انا طالع بقى بعلق وبتاع، ما اتكلمت مثلا على سعر الدواء وبتاع وكده يعني. بغض النظر مضايقني سعر، مضايق كل الناس يا جماعه سعر الدواء. يعني لما تروح مثلا انت بقى ممكن اللي بتشتمني واللي بتعملني وبلدك مش عارف ايه وبقى انت مش حاسس بكده، لان انت ما جربتش مثلا لما تنزل مثلا. سيبك كمان من سعر الدواء يا عم، سعره 100 100، لما تنزل تجيب مثلا حقنه انسولين وبتاع ويقول لك لا والله ما فيش، دي بقى لها مش عارف 10 ايام ما نزلتش. ما انا بجيبها كل 15 و20 يوم، نوع ونوع يعني. لا والله ما نزلتش، وتقعد تلف وتعمل وتسوي. طب عشان خاطر تختار بديل يعني، بتضطر ترجع للدكتور بتاعك عشان تكتب للدكتور بتاعك رساله ولا بتقول لك لا تعالى لي. ما بغلطش فيه ولا حاجه، ما بقولش حاجه عليه. عشان تروح له كشف ب 300 جنيه و400 جنيه ومش عارف يعني، ومواصلات، وتقعد ساعتين ثلاثه منتظر، ويقول لك تعال تحجز وتيجي الاسبوع الجاي. شغلانه ما يعلم بها الا ربنا. كل ده ليه؟ عشان ابره الانسولين مش موجوده، انت عايز تغير بس النوع. ويا ريت النوع اللي بيكتبه برضه بتلاقيه بسهوله. فانت بتغلط يعني، ما اعرفش، تتنمر وتغلط. انت عارف حاجه ولا حاسس بحاجه ولا في دماغك اي حاجه؟ ليه يا عم خش مثلا على فيديو ما عجبكش الكلام اللي بيتقال، خلاص ممكن تلاقي نفسك يا عم في اي محتوى تاني. والله العظيم ثلاثة. بص هقول لكم على حاجه، والله العظيم انا اول مره اقولها، ولا استعطافا ولا اي حاجه، واللي نفسه برضه في حاجه يكتبها يعني، ما معقول ايه. انا بقالي والله العظيم ثلاثة، مش عارف اقول لكم يعني، من يعني تعب معين كده، داخل مثلا في 10 سنين ما بشتغلش. وعشان اعمل قناه واعمل محتوى واتكلم شويه وافك عن نفسي كده وبتاع يعني مع اهل بلدي وكده، والله العظيم ثلاثة عشان اخد القرار ده واطلع بس كده بوشي، والله يجي سنتين. ومراتي تشجعني وده يشجعني، وبص اقول لها بص مش عارف شكلي يعني مش ظريف قوي عشان السنين والتعب والسكر وماشي تمام. وابتدينا وابتديت اعمل محتوى يعني واتكلم وبتاع، وبتكلم بكل ادب مع كل الناس وكده يعني. فانت يعني ليه بتعمل كده؟ مش عاجبك خلاص يا عم. ولا انا كنت مثلا لازم اعمل محتوى؟ والله العظيم ما بقلس على حد وكلهم فوق راسي يعني. لازم اعمل محتوى مثلا اجيب فيديو واقعد اتنمر على الناس واقلس عليهم وبتاع عشان المحتوى يعجبك يعني وتقعد تضحك مثلا؟ ولا اجيب مثلا يعني محتويات يا جماعه كتير ما انتوا عارفين يعني، والله اطلع على التيك توك يعني مثلا اقعد اقول مش عارف ايه ويلا، واجيب مش عارف عمري ما هعمل كده. حد جنبي يلا ناكل يلا، ولا اروح مثلا اجيب سندوتشين كبده اقعد على العربيه ومش عارف اقول الله جوسي. والله ما بقلل من محتواهم ولا بقول اي حاجه، بس انا قصدي يعني ايه، بنتكلم في حاجه يمكن تفيد، ممكن تفيد حد. ممكن حد حصل معاه نفس الموقف يقول لنا ده انا حصل معايا كذا وتصرفت عملت كذا وكانت النتيجه كذا، اهو نستفاد برضه من بعض يعني. هو يعني ايه المشكله في كده يعني؟ انا يعني ما اعتقدش ان انا طلعت في فيديو غلطت مثلا في حد ولا بتاع عشان انت تطلع
تغلط فيا ولا تتنمر عليا ولا بتاع، يعني عيب يعني. المفروض احنا ناس كبيره وناس يعني عاقله وناس بتفهم. ما اعرفش. والناس والله العظيم ثلاثه يعني، انا والله العظيم ان شاء الله والله، بس يعني شويه حاجات كده افوق منها شويه، وهعمل والله لسته وهطلع اشكرهم واحد واحد والله. ومهما القناه دي كبرت او بطلت او عملت ولا بتاع، والله عمري ما هنساهم. يعني انا مثلا كنت في عز ما انا مخنوق بسبب الولد اللي اتنمر عليا ده وبتاع، كنت والله العظيم خلاص مش طايق نفسي، ومراتي تقول لي يا عم قوم صور اي حاجه كده فك ومش عارف ايه. قلت لها لا. قاعد بالليل كده والله لقيت اشعار جايني من شخص يعني اسمه عمر، والله العظيم انا ما اعرفه. لقيت التعليق بتاعه، والله ولا اعرف منين ولا عنده ولا اي حاجه. انا دخلت القناه وشفت كل فيديوهاتك، يلا اعمل مش عارف ايه، انت والله بتتكلم كلام مش عارف حلو. والله العظيم يمكن ده اللي عملني شويه وروقني شويه واداني دفعه اللي انا والله العظيم اقعد دلوقتي اتكلم قدامكم. يعني انا عايز اقول لكم برضو دي حاجه برضو تنبهنا لحاجه. يعني بصوا، اول ما واحد قال لي كلمتين تنمر، مش نقد ولا بتاع، نقد فوق راسي والله. انا قلت لكم رحت من مرتين في يوم المستشفى، يعني في يوم واحد رحت مرتين والله، الفجر وتاني يوم. وكنت يعني ربنا يعلم بحالتي كانت عامله ازاي وكده. وواحد تاني بكلمه برضو خلاني برضو رقت، والحمد لله يعني. بتاني القصد يا جماعه فعلا كلمه ممكن تقتل حد، وكلمه ممكن برضو يعني تحيي حد معنويا يعني. فيعني خدوا بالكم يا جماعه من كلامكم، بالذات الناس اللي هي بتكتب حاجات دي هي مش عارفه بتكتب ايه ولا بتعمل ايه ولا بتعمل يعني ما اعرفش. فانا بس كنت حابب اطلع يعني اقول الكلمتين دول، عشان يعني ما اعرفش حاجه بقى جوايا بقى طلعت. وكنت عامل بانر اهو ورايا اول مره اصوره، وكنت فرحان والناس بتعلق تعليقات مش عارف ايه وبتاع يعني. ما اعرفش جالي كده، انت يا عم روح بسنانك مش عارف اللي واللي ليه يا عم كده يا عم؟ انا ما غلطتش في حد ولا قلت حاجه وحشه ولا بتكلم في حاجه واقع بتحصل لنا كلنا. وفي ناس والله العظيم محترمه اخ والله، بس انا هكتبهم والله زي ما قلت لكم، وهقول لهم والله اسم ان شاء الله. ومهما يعني مثلا القناه الحمد لله تكبر بيكم يا رب، وان شاء الله نبقى كويسين. والله الناس دي اللي في الاول دول بالذات يعني دول عمري والله العظيم ما هنساهم، حتى كملت ما كملتش والله انا ما اعرف حد فيهم عمري ما هنساهم. في حد اسمه ام سحر مش عارف من الجزائر، والله فوق راسي. بص انا بقولهم والله كده حافظهم، بس ان شاء الله هكتب لو في حد نسيه وهقوله والله بالاسم كده لو يحبوا يعني. عمر اللي لسه داخل القناه من كام يوم، محمود دهاني من الجيزه، نسيمه من الجزائر برضو، جانا من سوريا. والله بفتكر مينا قلنا في مين تاني، وفي ناس كتيرة والله، واللي دخل واللي رد واللي اتكلم والله العظيم يعني واحد كمان كاتب يقول لك الله يخرب بيت ام اليوتيوب اللي خلى كل واحد يعمل قناه وامثالكم ويطلع يتكلم. على فكره برضو هو اليوتيوب اللي حضرتك داخل برضو بتشتم، شتم في الاول يعني، بس انا مش عايز اقول هو اللي خلاك تعمل. يا عم ليه انا بعمل ايه؟ انا تصريح طلع بطلع اقول والله حصل واحد اتنين تلاته، ليه يا جماعه كده؟ ممكن نعمل كذا، ممكن نسوي كذا، ممكن نبقى كذا. انا عايز بلدي تبقى احلى، هي دي مشكله. والله العظيم ثلاثة عايز البلد تبقى أحسن حاجة في الدنيا. ولو لا قدر الله حصل أي حاجة، أنا تعبان كده وأنا بتاع، والله العظيم أول واحد هروح أسلم نفسي للجيش بلدي وأقول له أنا معاك قلبا وقالبا يا عم، وديني أحارب أي حاجة، أروح في داهية مش مهم في سبيل بلدي يا عم. أنا مش بتكلم بقول بحرص حد، لا أنا بقول يا جماعة عايزين نبقوا كويسين، نبقوا حلوين. يا ريت الحكومه تزرع، يا ريت الاقتصاد بتاعنا يبقى احلى. يا جماعه ما تفرحوش بالاموال الساخنه اللي جايه دي والودايع والكلام الفاضي ده وبتاع، عايزين نبقى اقتصاد بجد، عشان لما حد يجي ياخد فلوسه مننا احنا ما نتزرزرش، ما نتعبش، ما نعانيش. في ايه الغلط في كده؟ تشتمني بقى ليه؟ ايه الغلط في الكلمتين اللي انا قلتهم دول؟ ممكن يكونوا بحرقه شويه بقولهم عادي، ايه المشكله يعني؟ ممكن يكونوا مثلا مش جايين على هواك يعني مثلا، ما اعرفش عايزنا نبقى وحشين مثلا يعني، ما اعرفش والله العظيم. فيا جماعه يعني انتقد وقول اللي انت عايزه واعمل اللي انت عايزه وبتاع، بس ارجوك بلا يعني بلاش شتيمه وبلاش تنمر بس. دي حاجه يعني ما اعتقدش اللي هي حاجه وحشه يعني مع اي حد، مش معايا انا بس.
بس يا جماعه انا اسف والله اللي طولت عليكم وبتاع، بس هي والله كانت حاجه بس جوه الواحد و... وعايز يطلعها، بس مش اكتر ولا اقل. لو عايزيني والله يا جماعه ما اطلعش تاني والله عادي، انا مش يعني هعمل ايه، عادي والله. الواحد مش يعني مش هيفرض نفسه بقى بالعافيه يعني مثلا، بس الواحد ما بيقولش حاجه وحشه والله. بس معلش يا جماعه انا اسف طولت عليكم، بس هو بقى معلش تاني كلمتين كانوا جوه الواحد كنت لازم اقولهم، لان كان الواحد والله يعني معلش انا اسف يعني. يلا اشوفكم ان شاء الله لو عايزيني بقى زي ما قلت في حلقات جايه ان شاء الله. ما تنساش اللايك الحلو كده، وتشترك في القناه عشان تبقى معانا في كل قعده من قعده صحاب. شكرا لكم جدا، كان معاكم اخوكم محمود. سلام.